تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعي راديو السلام حول العالم أينما كنتم. أحييكم في حلقة جديدة ولقاء متجدد بكم في نفس الموعد، في نفس التوقيت، في نفس اليوم، مع برنامج خطوة. احنا طبعا ما زلنا مكملين في موضوع أو سلسلة تربية الأبناء، فاحنا ما زلنا في عنواننا تربية الأبناء بين الماضي والحاضر. احنا طبعا من أول الحلقات تناولنا موضوع التربية وكيف إيش معنى التربية ومين اللي يربي وكيف تتم عملية التربية، وحتى نصل يعني بأبنائنا وبأنفسنا إلى ما نرجو منهم يعني. وطبعا إشكالية التربية في إيش هي؟ نحن ما نقدر نعرف أساسا نحن قاعدين نربي بشكل صحيح ولا بشكل خاطئ، خاصة في هذه الأيام. يعني بعضنا يقول مثلا تربية زمان أحسن من تربية الآن، أو أولاد أول أفضل من الآن، أو نحن كنا نسوي زي كده أبنادنا الآن ما يرضوا يسووا زي كده. يعني عندنا مقارنات كثيرة جدا حقيقة، وما صار عندنا معرفة أي تربية هي الأفضل. هي التربية اللي كانت زمان تمارس علينا أو ما تربينا نحن عليه، ولا التربية الحديثة اللي الآن قاعدين نحاول نحن نربي أبناءنا عليها؟ ما احنا قادرين نعرف إيش الصح. لكن نحن تطرقنا طبعا في موضوع أنواع المربين كيف يكون التربية صحيحة وغير صحيحة. اليوم بإذن الله تعالى استكمالا لهذا الموضوع رح نحاول نغطي جانب اللي هو ليش أو ما هي أسباب الفشل في التربية. وحقيقة احنا قاعدين نتكلم عن الفشل وما تكلمنا عن النجاح، لأنه احنا تطرقنا للموضوع أساسا في البدايات، لكن راح نقول ليش نحن بنفشل أو قاعد نتعرض لحالة فشل أثناء تربية أولادنا. الفشل لما نقول عليه قديما يعني في تربيتنا احنا ما نقدر نقول احنا والله تربينا تربية صراحة ممتازة وكل شيء تمام وإلى آخره. ليش؟ لأنه لما نحن نرجع بذاكرتنا إلى الخلف قليلا نلاقي إنه كان عندنا أشياء كثيرة جدا ناقصة في عملية التربية، ونقول يا ليت يعني آبائنا وأمهاتنا ربونا بهذا الشكل أو أعطونا هذا أو منحونا ذاك، حتى نكون يعني بطريقة يعني نكون أشخاص مختلفين عما نحن عليه. جزء مما نحن عليه هو من تربيتنا لأنفسنا صراحة. يعني حاولنا نعوض النقص اللي صار قديما في تربيتنا بما تعلمناه نحن حديثا. حاولنا نربي أنفسنا بطريقة مختلفة. طبعا النقص زمان صار ما نقدر نلوم فيه أحد. كان المجتمع بهذا الشكل والناس بهذا الشكل والنظام بهذا الشكل والمستوى العام هو كذا. فجزاهم الله خير آبائنا وأمهاتنا قدموا لنا أفضل ما عندهم بأقصى شيء يقدروا عليه بما استطاعوا طبعا. فجزاهم الله خير وغفر الله تقصيرهم. أما نحن الآن عندنا إشكالية جديدة، إن نحن أبنائنا ما احنا عارفين بالضبط كيف نربيهم. فصار عندنا عوامل كثيرة تلعب في مسألة الفشل في أثناء تربية هؤلاء الأبناء. والفشل هذا حقيقة يأتي من عدة عوامل تأثر علينا. يعني مو بكيفنا نحن نفشل في مسألة التربية، لكن في جزء منا نحن باختيارنا
أو تحت سيطرتنا، وفي جزء منها ليس تحت سيطرتنا، احنا مجبورين احنا نكون تحته في أثناء تربية أبنائنا. فعندنا عوامل كثيرة تلعب دور كبير جدا في مسألة الفشل في التربية، وهي نفس العوامل هذه إذا تم التعامل معها بشكل جيد قد تكون هي أيضا سبب من أسباب النجاح في تربية أبنائنا. خلونا نذكر العوامل بشكل عام ونتطرق لكل عامل بالتفصيل. عندنا عامل يتأثر، أهم عامل في مسألة التربية يؤثر على نجاح أو فشل التربية هو المنهج. منهج التربية هو أكبر عامل يعني يخبرنا أنه عملية التربية التي سوف نقوم بها هي ناجحة أم فاشلة. ثم عندنا عامل متعلق بالوالدين نفسهم، بالمربين، الأب والأم، إذا كان هم اللي بيربوا أو الجد والجدة أو الأخ والأخت، هدول الأشخاص القريبين من أبنائنا اللي بيربوهم أو بيشاركوا في عملية التربية وبيصنعوا جو تربوي. وعندنا عامل متعلق بأسلوب التربية المتبع في تربية الأبناء. الأسلوب المتبع، إيش نوع الأسلوب المتبع؟ هل هو أسلوب حديث أم أسلوب قديم؟ ولما نقول حديث لازم نعرف إيش معنى كلمة حديث وإيش قصدنا فيه، ولما نقول عليه أسلوب قديم كمان لازم نحدد إيش معنى قديم. تحديد الألفاظ أو معاني الألفاظ مهم جدا حتى ما نتخبط. عندنا عامل رابع مهم جدا يؤثر في يعني من أحد عوامل فشل التربية أو نجاحها، المجتمع المحيط والمؤثرات الخارجية. المجتمع المحيط طبعا قصدنا احنا الأقرباء، الأصدقاء، المدرسة، المجتمع القريب والمجتمع البعيد من أبنائنا، والمؤثرات الخارجية. وقصدنا احنا بالمؤثرات الخارجية اللي هي الأجهزة والمناهج أو المدارس والألعاب والوسائل والأساليب التربوية التي نستخدمها مع الأبناء. طيب، إذن عندنا تقريبا 4 إلى 5 عوامل تؤدي إلى فشل عملية التربية أو نجاح عملية التربية. لكن اليوم قلنا احنا حنتكلم عن مسألة الفشل في التربية، لأنه معرفتنا نحن للفشل هو اللي يساعدنا في وضع الخطة لتجنب ما يمكن أن يؤدي إلى فشل التربية وينتقل بها من الفشل إلى النجاح. نبدأ بأول عامل، عامل المنهج. منهج التربية هو أهم عامل في موضوع تربية الأبناء. ذكرنا نحن لازم نربي أبنائنا بصفتنا مسلمين تربية إسلامية، وعرفنا تماما إيش معنى وضحنا إيش قصدنا احنا بالتربية الإسلامية. ليست التربية القائمة على أنه أنا أعلم أولادي الشعائر التعبدية فقط، لأنه احنا قلنا الشعائر التعبدية وهذه الأشياء اللي يتعلموها في المدرسة مثلا في مواد الدين تأثيرها تأثير فردي، وهي فقط يعني في جانب العبادات مو أكثر من كذا، لكن لا تتطرق إلى الحياة الأخرى أو التعاملات الأخرى. فإن المنهج الذي يجب أن نتبعه مع أبنائنا في تربيتهم تربية إسلامية لازم يكون منهج الإسلام أو فكر الإسلام ونظام الإسلام اللي يحدد العلاقات وشكل العلاقات والنظام المتبع في التعامل مع بعضنا البعض ومع أنفسنا ومع الله سبحانه وتعالى ومع النظام من حولنا، مع كل شيء يرتب لنا حياتنا ويعرفنا كل شيء. طيب، كيف هذا المنهج ممكن يأثر؟ لما أنا أستخدم في تربية أبنائي، أنا شخص مسلم، أنا امرأة مسلمة وأبنائي مسلمين وعائلتي مسلمة، لما أجي أبغى أربي أبنائي، لما أربيهم بمنهج مختلط. منهج مختلط لما أقول منهج قائم على فلسفة دراسية في بلد الفلاني أروح أطبقها على أولادي، منهج تربوي في البلد العلانية أطبقه على أولادي، دراسة قائمة على شيء معين في مسألة التربية أطبقها على أولادي، وأخذ لهم كمان شوية من التربية الإسلامية وأمارسه وأطبقه على أولادي. هذه هي التربية المختلطة اللي ما لها هوية، اللي الواحد ما يعرف كيف يتعامل فيها ولا كيف ينقلها لأبنائه. طيب، فين الخطأ في التربية اللي أخذ منها من هنا ومن هنا وهنا؟ وإحنا دائما نقول إيش الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. المشكلة مش في الحكمة اللي ناخذها، المشكلة هو في المنهج. المنهج معناها هو الأساس أو القاعدة اللي أنا أنطلق منها في تربية أبنائي. لما أنا أبدأ أربي أبنائي المسلمين على منهج غير منهج الإسلام، منهج قائم على العادات والتقاليد، منهج قائم على العرف، منهج قائم على نظام البلد اللي أنا عايش فيه. والله أنا عايش في السويد مثلا، أربي أولادي تربية أهل السويد.
أنا عايش والله في أمريكا، أربي أولاد تربية الناس اللي عايشين في أمريكا. طيب الناس اللي عايشين في الدول العربية مثلا أربي أولادي التربية القائمة على البلاد العربية. هذه مناهج مختلفة جدا. هذول أبناء المسلمين في مختلف أنحاء العالم طريقة تربيتهم مختلفة، معايير قياسهم على الأعمال أنها هي صالحة أو فاسدة مختلفة تماما. المعيار ما هو واحد. إذا كان بعض العائلات تستخدم مثلا معيار الحلال والحرام في قياسها للشيء معين، الأبناء المسلمين العائلات الأخرى ما يستخدموا هذا المعيار، إنما يستخدموا معيار إيش؟ هذا دارج في المجتمع عندنا، هذا من العادات الطبيعية جدا، هذا مما جرت عليه العرف في المجتمع هذا بهذا الشكل. إذا هذا المنهج الخليط راح ينتج لنا أبناء ما عندهم وحدة فكرية أو وحدة واحدة للتفكير في الأمور. ما في، حيفكر كل مرة حسب المصلحة وحسب البلد وحسب النظام وحسب العادات والتقاليد وحسب ما هو مقبول وغير مقبول بهذا الشكل. طبعا هذا المنهج المختلط يسبب للأبناء إرباك. اليوم أنا أربي ولدي على شيء معين على أساس أنه حلال وحرام، أنتقل لبلد ثاني فجأة بقدرة قادر يصير هذا الأمر ما هو حلال ولا حرام، يصير عادي جدا لأنه كل الناس في البلد هذا بيتعاملوا فيه. انتقل لبلد ثالث يصير لا تسوي زي كذا، عيب، لأن الناس في هذه البلاد ما يعرفوا أنه هذا الشيء عادي أو هذا الشيء كذا، فأنت تمشي مع حسب الناس. تخيلوا أنتوا أبنائنا لما يجي يسمع حكم مختلف لأمر واحد حسب المكان اللي يتواجد فيه، أي نوع من الأبناء راح يكونوا؟ هل راح يكون عندنا أبناء ينعموا برؤية واضحة للأمور؟ هل باستقرار نفسي؟ هل بوضوح للأهداف؟ هل عندهم تميز في سلوكياتهم وأخلاقياتهم؟ في داخلهم كيف راح يشعروا؟ راح يشعروا طبعا بطبيعة الحال بالاضطراب. لذلك أبرز عامل يؤدي إلى فشل التربية هو استخدام مناهج مختلطة أو عدة مناهج أثناء تربية أبنائنا تربية إسلامية. نبغى نربي أولادنا تربية إسلامية، معناها لازم يكون المنهج اللي أنا أنطلق منه هو منهج الإسلام، فبالتالي أقدر بهذه الطريقة فقط أنجح عملية تربية الأبناء. أما وجود مناهج مختلطة كثيرة جدا، هذه عملية مربكة جدا للآباء وللأمهات، لأن المنهج المختلط يستلزم أنك نحن نعرف الأساليب المختلفة للوصول للهدف المرجو منه. لذلك هذا الشيء أكبر عامل وأبرز عامل يؤدي إلى فشل التربية، وهو حقيقة نحن اللي تربينا عليه وما زلنا نحن نرتكب نفس الخطأ في تربية أبنائنا. نحن في السابق ما ربينا أولادنا على تربية الإسلام، ربيناهم على العادات والتقاليد والمجتمع والدارج والمعروف والسلوك العام، وهو اللي كان ماشي. لما نحن الآن جايين نربي أولادنا قاعدين نربيهم بنفس الطريقة، بنربيهم حسب المجتمع اللي احنا موجودين فيه وحسب العادات والتقاليد وحسب العرف وحسب كذا، لكن الإسلام ده مو موجود أو منهج الإسلام في تربية أولادنا غير موجود. لذلك احنا نلاقي دائما أولادنا مختلفين، والمفروض أنه أبناءنا ما يكونوا مختلفين. أبناءنا المسلمين أو أبناء المسلمين ما يكونوا مختلفين إذا تلقوا تربية بمنهج واحد، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ربى أصحابه. لما ربى أصحابه رباهم كلهم على اختلاف أماكن مجيئهم على منهج الإسلام، اللي جاي من اليمن، اللي جاي من الحجاز، اللي جاي من بلاد فارس، اللي جاي من آخر الدنيا، تربوا كلهم على يد النبي صلى الله عليه وسلم على منهج واحد اللي هو منهج الإسلام أو فكر الإسلام. مسألة الحلال والحرام في قياسهم للأعمال، ومسألة اللي هو ابتغاء رضوان الله أثناء قيام العمل، ومسألة اللي هو تحديد العلاقات وما يلزم هذه العلاقات من حقوق وواجبات، بهذا الشكل تربوا كلهم. لذلك سلمان الفارسي ما كان مختلف عن عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب ما كان مختلف عن عمرو بن سهيل أو الطفيل بن عمرو الدوسي من اليمن، فما كانوا مختلفين، إنما كانوا يشبهوا بعضهم البعض. وأكبر مثال لتشابههم أن هم يعني لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، هنا ظهر تماما اللي هو المنهج اللي تلقوه في بدايتهم كلهم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أخى بينهم أخوة الإسلام أو أخوة الإيمان، معناها الحقوق والواجبات ومعروف الحدود ومعروف الشيء الذي يقاس به العمل في ذلك الوقت. لذلك كانوا كلهم
إخوة وأخوتهم ما كانت تختلف من مكان لمكان، حيثما انتقلوا كانوا يحملوا معهم نفس السلوك، نفس الأفكار، نفس الأهداف لنشر الإسلام والوصول به إلى أقاصي الأرض. طالعين فاصل وراجعين نكمل معاكم أهم سبب أو عامل يؤثر ويؤدي إلى فشل في عملية التربية، اللي هي العوامل المتعلقة أو العامل المتعلق بالمربين اللي هم الأبوين. لا تروحوا بعيد، خليكم معنا. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم بعد الفاصل في العامل الثاني المؤثر في الذي يؤدي إلى فشل عملية التربية، اللي هو عامل متعلق بالوالدين. نحن طبعا في الأول ذكرنا احنا المنهج، بس خلوني أذكركم شيء مهم جدا ألفت النظر له. ربما كثير منكم ما يتفق معايا في مسألة أنه التربية الإسلامية كيف ما كيف، وأنه هي يعني غير واضحة الصورة. غير واضحة الصورة بالنسبة لنا لأنه احنا أساسا عمرنا ما أشغلنا نفسنا مع الأسف الشديد كمسلمين أن احنا نتعرف على منهج التربية الإسلامية في تربية الأبناء، أو تربية الأبناء، أو المنهج المستخدم في الإسلام في تربية الأبناء أو تربية أنفسنا. عمرنا ما سوينا بحث ولا عمرنا أشغلنا نفسنا. كل التفكير أن نحن إذا ربيناهم على الإسلام معناه راح نربيهم يعني كأنهم يعني ما راح يكونوا يعرفوا العيش في الحاضر أو مع الحياة المعاصرة والحاضرة، أو ما راح يكونوا متعلمين أو مثقفين أو أقوياء. كأنه لازم أن احنا نبقى مسلمين من خلال شعائرنا التعبدية، من خلال شعورنا بالأمان أثناء ممارستنا للشعائر التعبدية، لكن نعيش حياتنا زي ما الناس كلها عايشة في الحياة هذه، في الحياة الدنيا، بدون التمييز انه هم اساسا عايشين صح ولا عايشين غلط، عايشين وفق منهج معين رباني ولا عايشين وفق منهج اهل الدنيا او منهج البشر او منهج قائم على المصالح فقط. فعدم معرفتنا نحن بطريقة الاسلام او اسلوب الاسلام في تربية الابناء، هذا ما يجعل انه ما في تربية اسلامية. مفهوم التربية الاسلامية احنا قلنا ما هو مفهوم قائم على الشعائر التعبدية، انما مفهوم قائم على التربية على منهج أو فكر ونظام الإسلام، نتعلمه نحن ونعلمه أبنائنا ونلقنهم إياه. نرجع نتكلم عن الوالدين، تأثيرهم أو أثرهم الكبير في فشل عملية التربية. ليش هم يؤثروا أو هم أحد العوامل أو العامل الثاني في فشل تربية الأبناء؟ أول شيء الوالدين بحد ذاتهم إذا كانوا ما يعرفوا كيف يربوا تربية إسلامية، هذا خلاص بداية الفشل.
الجهل. لكن الإنسان لما يكون عنده علم بالشيء اللي راح يقوم فيه، بالمشروع اللي راح يدخله، معناها هو وضع خطوة في طريق النجاح وتحقيق الهدف الذي يريد أن يسعى إليه. جهلنا بأي شيء معناه هو بداية الفشل، وعلمنا بهذا الشيء أو بداية تعلمنا له هو أول خطوات النجاح. فهنا عندنا الأب والأم، أو الأب لوحده أو الأم لوحدها أو كلاهما ما يعرفوا إيش هو منهج الإسلام في التربية، خلاص معناها هنا أول شيء فشلوا. فبالتالي علمهم هو المهم في هذا الجانب. الشيء الثاني عدم الاتفاق على منهج تربوي معين أو موحد. يجي الأب يبغى يربي أولاده تربية عصرية، أو زي ما احنا نقول تربية مودرن، ما لها علاقة بالإسلام. الإسلام ده ولد ولا بنته يطبقوا من خلال صلاته وصيامه وأداء شعائر التعبدية، وهو كمان هنا ما يشد عليهم إذا والله حبوا أهلا وسهلا إنهم يقوم بهاي الشعائر، ولا ما يبغوا خلاص. تيجي الأم مثلا تبغى تربيهم تربية إسلامية قائمة على أنهم يعرفوا الإسلام ويعرفوا نظام الإسلام ويعرفوا أحكام الإسلام ويعرفوا الحلال والحرام وكيف أنهم يقيسوا أعمالهم وكيف أنهم يتعلقوا ويرتبطوا بالله ويطلبوا رضوان الله تعالى أثناء قيامهم بالعمل. تعارض الأبوين هذا يؤدي إلى إرباك المتربي أو الأبناء أثناء تلقيهم التربية، لأنه ما عاد يعرف مين الصح ومين الخطأ، مين ياخذ من مين التربية حقته ولا من مين يرفض التربية حقته. ما عاد يكون عنده مقدار ومقياس للقياس على صحة تربية أبوه ولا خطأه، ولا على صحة تربية أمه ولا خطأها. فبالتالي الأبناء هنا في البيت هذا الواحد ينقسموا، فاللي عاجبه سلوك الأب في أثناء التربية أو أسلوب الأب في التربية راح يمشي معاه ويطنش الأم، واللي عاجبه أسلوب الأم ومنهج الأم في التربية راح يمشي مع الأم وراح يتجاهل الأب. فينقسم البيت لا شعوريا إلى قسمين مع وضد يصيروا. إذا مهم جدا أنه الأبوين يكون عندهم منهج واحد في التربية حتى يحافظوا على كيان هذا البيت موحد ومترابط ومتحد. فبالتالي هذا الاختلاف في منهج التربية من خلال الوالدين يؤدي إلى فشل التربية. في النهاية ما حد راح يكون ربحان ولا راح يكون سعيد بالنتيجة التي سوف تحصل. يعني الأم لو جزء من أولادها مثلا اتبعوا منهجها وطلعوا أبناء مسلمين وإلى آخره، ما هي برضو نفس الشيء في معاناة مع الأبناء الآخرين. فبالتالي هنا الجميع خاسر وليس هناك رابح على الإطلاق. وهذا ما نلاحظه بشدة، يعني حتى زمان لما كان الأب والأم يربوا ولا الآن كمان بيربوا ما في اتفاق بين الأبوين على أساس التربية أو على أسلوب التربية. كل واحد بيربي في البيت بطريقة، يعني الفترة اللي يكون الأب متواجد فيها في البيت بيربي بأسلوب ويعطي أوامر وتعليمات ونظام معين، وبمجرد خروج الأب من الباب على طول يبدأ يمشي نظام الأم أو نظام الأبناء في البيت وطريقة تربيتهم لبعضهم البعض. فهذا هو الحاصل. ومع الأسف الشديد نحن متأخر جدا أصبحنا ندرك أنه هذا خطر على أبنائنا وهم صغار، وهو خطر عليهم هم كبار، لأن لما يكونوا كبار وتعلموا هذا الأسلوب معناها أنهم راح يخفوا عننا أشياء كثيرة جدا، وراح يحتالوا علينا على أشياء كثيرة جدا، وربما ارتكبوا محرمات كبرى، وربما خرجوا حتى من الإسلام وإحنا ما ندري عنه. في النهاية نحن إيش حنقول؟ يعني ما راح نقدر نسوي أي شيء، لكن هذا الخطأ خطأنا إحنا. فوضوح أو وحدة المنهج في أثناء تربية الأبناء يجعل الأب والأم كأنهم اثنينهم على ثغر في أثناء التربية. فاللي ينقص في تربية الأب أو في أسلوبه في تربية الأبناء راح تغطيه الأم، لأنه المنهج واحد والهدف واحد، واللي ينقص من الأم راح يكمله الأب. وكلا الأب والأم أكيد راح يحاولوا يتعلموا ويفهموا كيف ينجحوا عملية تربية أبنائهم حتى يصلوا بهم إلى بر الأمان. النقطة الثانية في أسباب الفشل في عملية التربية المتعلقة بالوالدين، عندنا المقارنة بين الأبناء. الأبوين يجلسوا يقارنوا بين الأبناء أثناء تربيتهم، يجوا يربوا أبنائهم. الطفل الأول يتربى بطريقة معينة أو خلاص اتفقوا مثلا على منهج أو إلى آخره، يكون تربية أحد الأبناء أسهل من تربية الابن الآخر. فهنا يقارنوا الأبناء مع بعضهم البعض في أثناء التربية. يعني أنا هذا أخوك مثلا كنت أربيه كده، وهذا الولد الثاني ما يسمع ما يفهم ما يعرف ما إلى آخره، بدون التحلي بكثير من الصبر والتعامل معهم إن هم
كيانين مختلفين. فهذا برضو يؤدي إلى فشل التربية نفسها، أو الفشل في الوصول للنتيجة المطلوبة. أكيد كل الأبناء ما راح يجوا يشبهوا بعض، أكيد كل ابن مختلف عن الابن الثاني. يجي ابن سهل تربيته، ويجي ابن صعب تربيته، ويجي ابن وسط بينهما، ويجي ابن يحير الواحد، يعني لدرجة أن الأب والأم يبدأوا يتعلموا شيء جديد عشان خاطر هذا الابن. لكن نحن قلنا إذا الأب والأم أساسا اتفقوا على المنهج الواحد، اختلاف الأبناء هذا راح يساعدهم هم أنهم يغيروا في أساليبهم لتعليم أو تربية أبنائهم كلهم على نفس المنهج. لكن لما يكون المنهج مختلف، يجيني ابن الأول مثلا ربيه على منهج معين، انتقل أعيش في مكان ثاني في بلد ثاني، حربي الابن الثاني أو الثالث على حسب المكان اللي أنا عايشة فيه. وبعدين أبدأ أقارن، والله ابني هذا وابني هذا وهذا وهذا، والمقارنات هذه كلها تفشل عملية التربية أساساً. ليش؟ لأنه كلا المتربين الأبناء يبدأوا أساساً يتحسسوا من بعض ويحقدوا على بعضهم البعض، وكمان يحقدوا على الأبوين اللي هم أساساً هم القدوة في أثناء عملية التربية. وهذا يؤدي إلى رفض كل الأساليب والوسائل المتبعة في تربية هؤلاء الأبناء. إذا كره الأب والأم يكره التربية نفسها، فبالتالي بدل ما يساعد على أن يتشرب التربية هو يقاومها ويحاربهم بشدة يعني في هذا الأمر. طيب عندنا كمان شيء مهم جدا في مسألة التربية أو فشل التربية. بعض الآباء والأمهات يجعلوا أنفسهم هم نموذج أو مرجع تربوي. يعني مثلا الأب يربي أولاده، بعدين لما يصعب عليه التعامل مع أحد أبنائه دائما يقول أنا لما كنت في عمرك كنت ما أسوي زي كذا، كنت أسوي زي كذا، كأنه هو نموذج يعني. وما يراقب أنه هذه الجملة تقتل الكثير عند الابن، لأن المفروض أنه الابن ما يكون زي أبوه، والمفروض أنه هو في زمان مختلف وفي وقت مختلف تماما يعني. فهنا احنا لما نربي اولادنا ونقيسهم علينا احنا ونجعل من انفسنا نموذج ونقول ليش هذا ولدي ولا ليش هذه بنتي ما تشبهني، لما كنت انا في عمرها كنت اسوي كذا، لما كنت انا في عمرها كانت الظروف مختلفه والتربيه اللي اتلقاها مختلفه والابوين مختلفين والاساليب مختلفه والمنهج مختلف. اكيد طبعا راح اكون مختلفه في هذاك الوقت، لكن انا الان في هذه المرحله في تربيتي لابنائي لازم اوفر لهم شيء مختلف. قلنا احنا اذا الابوين تعلموا كيف يربوا أبنائهم تربية إسلامية، معناها هم راح يوفروا الجو اللي يساعد على تعليم أبنائهم فكرة الإسلام ونظام الإسلام وأحكام الإسلام. وفي الإسلام نحن نحترم عقل الطفل أو عقل المتربي، ونحترم الاختلاف، ونحترم نحن نناقشه وما نفرض عليه أي شيء. هذا الاحترام هو اللي يعطي أبنائنا أنهم يكونوا أقوياء علينا، ويكون زي ما احنا نقول يعني يستقوا علينا حتى انهم يتراددوا معنا. بس المراددة هذه ما هي سيئة لما يكون منهج اللي انا اربيهم عليه هو منهج الاسلام. ليش؟ لان انا كذا اعلمهم اساسا ان هم لا يقبلوا اي شيء فقط لانه فلان من الناس مدحه او هذه الفكرة استحسنها فلان، انما لازم يناقشوا الفكرة قبل ان يتبنوها ويتشربوها وتصير اسلوب حياتهم. في التربية على غير منهج الاسلام، كون أنه ولدي ولا بنتي يرد علي ويجادلني ويناقشني هذا يؤدي به إلى العقوق، لأنه أساسا هو ما يعرف فكرة العقوق في الإسلام في غير الإسلام إيش هي. يعتبر أنه هو عادي جدا، يعني أنه الأب لازم يحترم كلامه ويحترم رأيه من مبدأ احترام المتبادل بينهم، فيجعل الابن نفسه في مستوى الأب. هذا على غير منهج الإسلام لما أجي أربي أولادي. ومع الأسف الشديد هذا اللي بيحصل في الواقع الحالي. احنا لما نيجي نتعامل مع أبنائنا على غير منهج الإسلام وما نعلمهم البر بنا احنا بالآباء، كيف لازم يكون، كيف يكون أسلوبه، كيف يكون شكله، يبدأوا هم ياخذوا ويعطوا معانا ويصدوا ويردوا ويجادلونا ويناقشونا ويرفعوا أصواتهم. ومع الأسف الشديد نحن ما بنملك نقول لهم شيء، لأنه نحن نعتبر أنه معليش عشان عمره، معليش عشان كده، معليش. لكن ننسى أنه إحنا أساسا ما ربينا على موضوع البر اللي هو من أفكار الإسلام، كيف يكون مع والديك وكيف لازم تكلمهم وكيف أنك لازم تخفض صوتك وتخفض جناحك أثناء نقاشهم، وأنه هذا الذي تفعله هو شكل من أشكال العقوق. فشايفين أنه الآن كيف يأثر علينا نحن لما نحن ما نربي أبنائنا على منهج واحد اللي هو منهج الإسلام، إلى أي مدى نحن نوصل في الكلام معهم. في أشياء بسيطة جدا بديهيات نعاني مع أبنائنا،
نعاني لأنه خلاص دماغهم متعلم على أنه يجادل وليس يناقش. حتى لو سميناه احنا مجاز النقاش، بس هو مش نقاش، هو جدال. أقنعني أو أقنعك هي الشغلة. في منهج الإسلام ما في شيء زي كذا. في أمور أقنعك وتقنعني، لكن في أمور لا أقنعك ولا تقنعني، هي أمر الله سبحانه وتعالى، هو تنفذه خلاص. فهنا عدم اللي هو وضع اللي هو نظام الإسلام هو المقياس الذي نقيس فيه أعمالنا نحن أو طريقة تربيتنا مع أولادنا، وجعل نحن أنفسنا هو المقياس اللي يقيسوا فيه أولادنا أنهم نجحوا في التربية أو نجحوا أنهم يكونوا أبناء صالحين. هذا كمان أكبر عائق أو سبب يؤدي إلى فشل التربية. ممكن بعضنا يعترض على هذا الكلام، لكن خلوني أقول لكم نحن مش نموذج، نحن أساسا مليانين أخطاء، فبالتالي أنا ما أقدر أكون نموذج مثالي لابني أو لبنتي أثناء تربيته، لكن أقدر أخلي اللي هو الإسلام هو النموذج العظيم فقط أمامه، إنه الله قال كده والرسول قال كده وفي الإسلام هو كده. بهذا المنطق بهذه المنهجية أخلي عند ابني وبنتي الحافز إنه يتخلق بأخلاق الإسلام ويتبع نظام الإسلام وفكر الإسلام أثناء التعامل أو أثناء تبنيه لأي نظام في الحياة. فهنا لازم إذا نحن نبتعد عن هذه فكرة إنه أقيس نفسي أو أجعل نفسي مقياس أمام ابني أو نموذج أمام ابني في تربيته، حتى أني أنا بإذن الله أنجح في تربيته. أما إذا جعلت نفسي خلاص هو أنا المقياس سواء كنت أب أو أم، معناها هذا أول علامة من علامات الفشل في أثناء تربية أبنائنا. طالعين فاصل وراجعين نكمل كمان في أحد العوامل المؤثرة في فشل التربية اللي هو أسلوب التربية المتبع. لا تروحوا بعيد، خليكم معنا. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل سبب أو العامل الثالث من عوامل فشل تربية الأبناء اللي هو أسلوب التربية. أسلوب التربية المتبع. الأسلوب مهم جدا في أي شيء، مو في التربية بس، في الحياة كلها الأسلوب هو المهم. مو مهم الحقيقة اللي أنت راح تقولها قد ما هو مهم الأسلوب اللي سوف تقول به الحقيقة. ليش طيب هذا الشيء مهم؟ لأنه الإنسان من خلال الأسلوب إما يقبل وإما يدبر، إما يقبل منك الكلام وإما يكره الكلام نفسه. فبالتالي لما أجي أربي أنا أولادي، لما أربيهم بأسلوب هادئ، أسلوب مطمئن، أسلوب واثق، أسلوب كله ثقة،
بما أفعل وبما أقول وبما أعمل، ويشوفوني كنموذج أطبق هذا الكلام على أرض الواقع، هذا الأسلوب اللطيف جدا في تغيير أفكارهم أو تغيير سلوكهم هو اللي راح يخليهم يتأثروا بي وبما أقول. لكن كل ما استخدمت معهم أسلوب منفر، أسلوب قائم على الشدة أو الأوامر أو النواهي أو المراقبة أو التشكيك أو عدم الثقة، معناه هم ينفروا أساسا من تربيتي أنا ومن أسلوب اللي أتبعه في التربية ومن المنهج اللي أنا أنطلق منه للتربية. بالعكس أنا ربي عندهم عقد كثيرة جدا، ما عاد يقدروا بعد كده يتعاملوا معايا. ومع الأسف الشديد أن الأسلوب المتبع في تربية أبنائنا يحملونه ويربوا به أبنائهم. يعني إحنا بنربي أولادنا زي ما تربينا إلا من رحم الله. كيف يعني زي ما تربينا؟ نحن أخذنا الأفكار في التربية الأولى زي ما في الماضي كيف تربينا والى آخره، بننقلها لأبنائنا. اللي تعلم فينا إحنا وتنور وفهم وعرف وصار عنده هدف في الوصول مع أولاده إلى مستوى معين في تربيتهم واختار منهج معين في تربيتهم، معناه هو راح يتبع أسلوب معين في تربيتهم. بعضنا ممكن يمشي بنفس الأسلوب القديم اللي هو الأسلوب القائم على الأوامر والنواهي. خلاص أنا قلت لك شيء، أنا أبوك أو أمك، معناها تنفذ وبس، ما تناقشني ولا تراجعني. ما تناقشني ولا تراجعني معناها أنه يصير عندنا بيننا إحنا بين الأبناء نفور، فبالتالي موضوع التربية ذا يكون فاشل تماما. لأنه مسألة التربية مسألة إحنا قلنا مدى الحياة. أنا ما راح أربي أولادي وحيظلوا صغار، راح يكبروا. طيب لما يكبروا إيش الأسلوب اللي لازم أغير أسلوبي معهم ولا لا؟ أكيد راح أغير. يعني الصغير حيحتاج كثير من الرحمة، لكن الكبير يحتاج كثير من الصبر والتفهم وتفهم احتياجاته أثناء التعامل معه ونقل الأفكار إليه. فهنا الأسلوب مهم جدا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بدعوته في قريش كان أساسا قبلها معروف عندهم أنه هو الصادق الأمين. أسلوبه في الكلام، أسلوبه في التعامل، وطريقة مناقشته ومجادلته لهم كانت تتم بأسلوب هادئ جدا بعيد عن العصبية والتشنج والتوتر. وبهذا الشكل كان يتعامل معهم، وحتى لما يتكلم معهم كان يتكلم برضه بأسلوب هادئ. هذا اللي خلاهم هم ما يقدروا يطعنوا في أخلاقه، إنما بس فقط وصفوه بإيش هو؟ ساحر، شاعر، بهذا الشكل فقط، لكن ما قالوا شيء على أخلاقه. حتى أنه في قصة إعادة بناء الكعبة وقصة وضع الحجر الأسود مرة أخرى، يمكن الرجوع لها في قصص السيرة. لما اختلفت القبائل العربية من يضع الحجر الأسود في مكانه، اتفقوا على أن يقبلوا أول من يدخل عليهم. فلما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما شافوه قال رضينا بالصادق الأمين حكما. طيب ليش طيب قبلوا فيه؟ لأنه أسلوبه يعني لطيف جدا ومحبب حتى وهم كفار. ليش؟ فيه احترام. فما بالنا احنا لما نيجي نتعامل مع أولادنا، لما نختار أسلوب يشبه الفكرة اللي احنا ننقلها لأبنائنا، يشبه المنهج اللي احنا قاعدين نربيهم عليه، يشبه الأفكار اللي احنا نحملها اللي هو أفكار الإسلام، منهج الإسلام، نظام الإسلام، ويكون أسلوبنا أسلوب الإسلام اللطيف الذي يراعي فيه الفوارق، يراعي فيه نفسية المتربي، يراعي فيه الاختلاف، يراعي فيه إنه هو ما يقبل ونصبر عليه. كيف راح يكون أبنائنا في أثناء تربيتهم؟ راح يكونوا أحب ما يكون عندهم أنهم يتلقوا هذا النوع من التربية، ويعرفوا تماما الآن أنه التربية الإسلامية هي التربية الصحيحة. ليش؟ لأنه تراعي نفسيتي، تراعي مزاجي، تراعي عمري، تراعي أهدافي، تراعي كلامي. حتى لما أنا أخطئ بالأسلوب الجيد بهذه التربية أقدر أنا أصحح لولدي. كذا ينظر الأبناء لها. لكن لما أكون أنا دائما أتعامل مع ولدي بالصياح والصراخ والأوامر والنواهي وفرمانات وكأن إحنا في مدرسة عسكرية ومش عارف إيش، ينفر أساسا من أسلوب التربية اللي أنا أتبعه. حتى لو كان منهج الإسلام اللي أنا مستخدمته في التربية يصاب بالنفور. ليش؟ لأن النفوس تقبل على الأشياء السهلة المحببة اللطيفة اللي فيها إيش؟ مراعاة للمشاعر. دائما الأسلوب فيه مراعاة للمشاعر، والإنسان لو تم مراعاة مشاعره يقبل منك ما لا يقبله حتى لو أنت كنت صادق. يعني ما يكفي أنه يكون المنهج صح والطرق كلها صحيحة إذا كان الأسلوب خطأ، لأنه بعض الأحيان ما يشوه المنهج إلا الأسلوب، وهذا الشيء إحنا نلاحظه. بعض الأحيان يكون المنهج اللي أنا أتبعه منهج الإسلام هو صحيح 100%، لكن الأسلوب الذي أطبق به هذا المنهج خطأ، فبالتالي يصاب الإنسان بالنفور والإعراض عن هذا المنهج نتيجة السلوك الخطأ. طبعا هذا ليس في منهج الإسلام فقط في أثناء التربية، إنما في الحياة كله.
الناس تقبل مع من كان عنده أسلوب لطيف. آخر عامل من العوامل المؤثرة أو التي تؤثر على نجاح عملية التربية تؤدي إلى الفشل، قلنا احنا المجتمع المحيط والمؤثرات الخارجية والداخلية للمتلقي التربية. المجتمع المحيط طبعا احنا قلنا المدرسة والمناهج والأصدقاء، هذول كلهم يؤثروا على منهج التربية أو على نجاحنا أو فشلنا في مسألة التربية. طبعا في جزء منه احنا نقدر نتحكم فيه، زي الأجهزة في أيدي أبنائنا احنا نقدر نتحكم فيه، الأصدقاء احنا نقدر نختار لأولادنا أصدقائهم، أو على الأقل نوجد لهم أصدقاء يشابهوهم في الفكرة التي نريد أن نربيهم عليها. الجو العام اللي احنا نحيط أولادنا فيه احنا نقدر نسيطر عليه. في أشياء احنا ما نقدر عليها، زي ايش؟ مثلا منهج المدرسه ما نقدر عليه، ممكن النظام اللي في البلد اللي احنا عايشين فيه، لكن في النهايه مساله التربيه هي مساله نحن تقع تحت ايدينا وليست تحت يعني الظروف. يعني احنا ما بنربي اولادنا بناء على الظروف، احنا نربي ابنائنا بناء على المنهج الذي نريده والهدف اللي احنا نسعى لتحقيقه. فبالتالي لما اجي اربي اولادي بهذه الكيفيه معناها انه انا ما اجلس اخضع للظروف من حولي. طبعا احنا لما نقول للظروف من حولي، في ظروف نحن نقدر نتحكم فيها، زي ما ذكرنا احنا بعضنا مثلا يسيء لاولاده ويهمل تربيته تربيه دينيه مثلا. طيب فبالتالي يجلس الولد يتلقى مثلا في مدارس تعلم بعض الافكار مثلا علمانيه، افكار الكفر مثلا، عادي جدا ولدي يتعلم هناك. ليش؟ طيب كذا بهذا الشكل خلاص، ما هو في العصر يروح التحفيظ، او في مرتين في الاسبوع مثلا يروح يدرس القران الكريم. طيب والأسبوع كله قاعد يتلقى أفكار ما هي صحيحة وغسيل دماغ وكل شيء، هل تظن أنه مثلا لو راح في العصر في التحفيظ ولا يومين في الأسبوع في مدرسة تحفيظ قرآن وحفظ قرآن خلاص هذا راح يصلح كل شيء؟ هنا معناها أنه أنا فشلت في تربية أبنائي تربية صحيحة، تربية إسلامية حسب الهوية اللي أنا أحملها. إنما صرت أنا الآن اتخذت مناهج كثيرة أثناء تربيته، فبالتالي تعلم شيء في المدرسة وبعدين شيء في المدرسة التحفيظ، شيء في البيت، شيء في أشياء كثيرة تتداخل فتؤثر على عملية التربية وتؤدي إلى الفشل. إنما خلونا نذكر لكم بصفة عامة، موضوع فشل التربية ونجاحه يعتمد أساسا هو على الأبوين وعلى المنهج المتبع والأسلوب. هذول هم أهم 3 أشياء عوامل تؤثر عليهم. كل ما عرفنا إحنا المنهج اللي إحنا نربي فيه أولادنا، كل ما الأبوين كانوا واعيين تماما للمنهج اللي راح يستخدموه في أثناء تربية أولادهم واستخدموا الأسلوب المناسب، معناهم ما راح ينجحوا في عملية التربية. حتى لو اختاروا منهج غير الإسلام برضو الوضوح هذا مهم جدا أثناء رحلة تربية الأبناء. لكن طبعا نحن لأننا مسلمين وبصفتنا مسلمين نحن مأمورين وملزومين ومطالبين ومحاسبين أمام الله سبحانه وتعالى إذا ربينا أولادنا تربية غير إسلامية. في النهاية إما هم راح يمسكوا بتلابيبنا زي ما يقولوا يوم القيامة أمام الله ويشتكونا أنه إحنا ضيعناهم، وإما أن هم راح يكونوا سببا بإذن الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة نحن نوصل إلى الجنة وإلى رضا الله سبحانه وتعالى. فاختيار المنهج، تحديد المنهج ومعرفة هذا المنهج وتعلمه ودراسته من قبل الوالدين ومعرفة الأسلوب المناسب لنقله لأبنائنا بالثقة وباطمئنان بدون ما يتصادم مع أي أحد، هذه هي أهم رحلة يقوم فيها المربين والأبوين أثناء تربية الأبناء. في النهاية خلوني أذكركم أن مسألة التربية ما هي مسألة نحن أودي أولادي المدرسة ويتعلموا ويقرأوا ويكتبوا ويأخذوا شهادات، ولا أنهم يأكلوا ويشربوا لأنه هذه ضرورات. إنما التربية هي أنه أنا أخليهم يحملوا فكرة عن الحياة الدنيا من خلال فكرة الإسلام، وأن يعيشوا حياتهم وفق منهج الإسلام ونظام الإسلام وأفكار الإسلام، حتى بإذن الله تعالى يكونوا أبناء صالحين لهم هم ولنا نحن ولهذه الأمة العظيمة. كنت أنا معكم خديجة برهان في حلقة ولقاء متجدد في برنامج خطوة في موضوع تربية أبنائنا بين الماضي والحاضر. أحب أذكركم أن الموضوع ذا كبير جدا ويحتاج مراجعة كثيرة جدا ومحاسبة لأنفسنا أثناء ممارسة تربية أبنائنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تربيتهم كما يحب ويرضى. ألتقيكم بحول الله تعالى الثلاثاء القادم في نفس الموعد في موضوع جديد. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلبي هذا الكون